لسه مكملين معاكم حوادثنا النهارده. الحدوته الثانيه حدوته يعني هندخل فيها للمتغيرات السياسيه وما يحدث على ارض الواقع، وهنتعرف بشكل اكبر على المشهد السياسي في 2015 من خلال محمد فريد اللي بينتمي لحزب المصريين الاحرار. اهلا بيك يا محمد، كل سنه وانت طيب. بعيدا عن 2014 توقعاتك ل 2015 على المستوى السياسي؟ اولا ان شاء الله 2015 هتبقى بدايه دنيا جديده لمصر. اولا هنحقق الخطوه الثالثه في خريطه الطريق بتاعت مصر عموما، او بتاعتنا كلنا كمصريين، لان خلاص بقى ده حلم المصريين عندنا، الانتخابات البرلمانيه. انا شايف ان في تخوف كتير جدا وفي نبره تشاؤم عاليه جدا الايام دي في الشارع، ان لا الاخوان هيخشوا بشكل مختلف، لا الفلول هترجع تاني، لا في حاجات كتير قوي، لا البلد هتضيع، لا في حاجات كتير جدا بتتقال. بس انا براهن على حاجه بسيطه جدا، الشعب اللي قام مرتين، يمكن الكلام ده برضو مش جديد، احنا كلنا عشناه. الشعب اللي قام مرتين، مره 25 يناير ومره بعد اعتقد سنه او اقل من سنه، على الظلم عموما، سواء الظلم هنا كحاكم مستبد او كجماعه أرادت اللي هي تستولي على البلد أو تتعامل بشكل اللي هي تكون الجماعة الوحيدة اللي موجودة في البلد. فبالتالي الشعب ده عنده من الفهم والإدراك والمعرفة اللي هو يختار. الفكرة إن الأيام دي كمان يعني بسم الله ما شاء الله في شباب كتير جدا قابلتهم، مش في حزب المصريين الأحرار بس، في أحزاب تانية، ودي حاجة إيجابية جدا، سواء حزب الدستور، حزب أيا كان مسميات الأحزاب، بس في أحزاب حتى من الوفد، من احزاب كتير جدا حاليا دلوقتي بتدفع بوجوه جديده من الشباب. حتى الوجوه القديمه شافت ان الفرصه غير مؤاتيه دلوقتي، وان الناس يعني كفايه كده خلاص. الناس اعتقد يعني اتعاملت معاهم مره واثنين وثلاثه، والنتيجه بانت. 30 سنه فاتت وسنتين جايين. الناس كمان مطالبها من عضو مجلس الشعب دلوقتي اختلفت. اعتقد مفيش واحد في الشارع هيطلب من عضو مجلس الشعب اللي هو يسفلت له الشارع بتاعه، لا، وعايز منه يعمل له مشاريع في البلد عشان يعني توظفني انا، توظف ولادي، توجد مجال من العمل. البلد محتاجه شغل، محتاجه يعني يحصل فيه نوع من الاستثمار. السياحه دي بتشغل زي ما بتشغل الفنادق، وبتشغل وزاره السياحه، وبتشغل كده، بتشغل العامل اللي هو موجود في الفندق، بتشغل سواق التاكس، بتشغل اتوبيسات شركه السياحه، بتشغل مرافق كتير جدا. مجال البنى، مجال التشييد، الصناعه، كل ده مطلوب من المجلس الشعب القادم بنوابه ان هم يعني يبداوا يفكروا بقى في حلول مشكله الطاقه، حلول ده. يعني الموضوع مش اللي انا اقدم لك خدمه ولا اجيب ابنك تعينه ولا الكلام ده، لا، خلاص بقى في بلد، في القياده السياسيه يعني يمكن راهنت على الشباب خلال الفتره اللي جايه. ازاي نقدر نكسب الرهان ده، وهي الاليات المطلوبه؟ بس هقول لحضرتك حاجه، الرئيس السيسي بصرف النظر عن يعني الموضوع مش من باب المجامله او كده، هو الراجل من بعد ما تولى الرئاسه بحوالي يمكن اسبوعين او 3 اسابيع، كان في اللي هو نزل، كانت دي رمزيه اللي هو نزل بالعجله مع الشباب وكده. فيعني دي رمزيه. اما رئيس جمهوريه في مصر او في الوطن العربي، بلاش دول اجنبيه او كده، ينزل وسط الشباب مع يمارس رياضه. دلوقتي راح بعديها بفتره حاطط خريطه طريقه لنفسه، او مش لنفسه، للبلد، يعني اللي هو دخل مشروع قناة السويس، مشروع مدروس، مشروع ليه ايجابيات عالية جدا. مش عايز اقول لحضرتك يعني خطوة في التجارة العالمية، حط مصر في وصل رسالة ان احنا واقفين على رجلينا. من حوالي اسبوع او 3 اسابيع كان في الغردقة بيفتتح المطار. وزارة الشباب والرياضة بسم الله ما شاء الله، يعني الايام دي يعني لو تسمع الاخبار، كان اول وزاره الشباب والرياضه دي يا دوبك كوره وبيفتحوا مراكز شباب وخلاص، لا دلوقتي في انشطه، في وزير الشباب، الوزراء نفسهم خلاص ما بقاش في وزير قاعد على مكتبه دلوقتي. اعتقد يعني بيروح بدري قوي كمان. يعني انا ما بقولش ان البلد اتحركت، بس العجله بدات تدور. يا جماعه لازم يبقى في عندنا امل. بلد كبيره زي مصر مش هتقوم في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، بس هل احنا بدانا نتحرك؟ احنا بدأنا نتحرك. لازم الناس كلها يبقى عندها امل، وامل عالي جدا.
احنا دلوقتي ناس كتير جدا من اللي كانت بتحاربنا قبل كده سواء جوه او بره، الموضوع اختلف تماما. يعني وزير التموين بدأ يتعامل في شغل معين اللي هو منظومة العيش، كان دي أزمة موجودة، يعني ما أعتقدش اللي هو أبدع فكرة جديدة، بس هو نفذ الفكرة على الأرض. احنا اللي احنا عايزينه دلوقتي إدارة، والإدارة عندها استعداد اللي هي تتعامل تتحرك. إدارة السير أعمال نعم دلوقتي، لأن إن شاء الله بعد البرلمان هيبقى فيه حكومة جديدة، يعني ترشيح بقى جديد للحكومه والدوله عموما. يعني النواب هيبقى لهم، النواب دول صوت الشعب، اللي انا اخترته ده صوتي في مجلس الشعب وصوتي مع الحكومه. فان شاء الله يعني في اليات كتير تتحرك. يعني ابسط شيء قوانين اللي تم اقرارها حاليا من الرئاسه او من مجلس الوزراء، القوانين دي النواب اللي انا هختارهم هم اللي هيناقشوها. فحط في اعتبارك انت وانت نازل تدي صوتك، ده سلاح في ايدك، هتختار اللي هيفيدك واللي هيمشي قوانين انت شايف اللي القوانين دي هتفيدك وتفيد البلد، او هيمنع قوانين انت شايف اللي هي مثلا بتبيع البلد، بتأثر في مجال معين او كده. ناقش واعرف وشوف. الشباب فين من البرلمان القادم؟ الشباب فين من البرلمان القادم؟ انا مش عايز يعني اعمل دعايه بشكل مباشر حزب المصريين الاحرار، بس احنا حزبنا في مثلا 3-4 شباب في محافظه اسكندريه كتحديدا بدون ذكر اسامي، منهم محامي منهم مهندس. الاحزاب الثانيه بترشح نفس الكلام. القوائم على حسب الدستور اللي احنا الحمد لله يعني صوتنا عليه وقلنا له نعم وقريناه كلنا بشكل وفهمناه كويس. القوائم الموجوده فيها نسبه شباب، نسبه المراه موجوده نفس الكلام. الناس نفسها مش هتختار خلاص الجيل القديم خلاص. يعني حتى الكبار في البلد، الكبار في السن، يعني اعتقد هو هيبقى شايف الشاب ده مستقبله، مستقبل ابنه ومستقبل البلد نفسها كسياسه في كل مجال، مش في مجال واحد بس. الاليات بقى ان الشباب تاخد المخاطره، وانا شايفها المخاطره الايام دي كمان مش مخاطره زي زمان، مخاطره يعني عاليه قوي، لا دي مخاطره محسوبه. الشباب اللي نزل في تمرد ومصر كلها وقفت معاه وتلمنا كلنا يعني على هدف واحد، ان احنا ننقذ بلدنا. مش الهدف ما كانش جماعه الاخوان او غير جماعه الاخوان، لو جاء غير جماعه الاخوان 1000 جماعه وجماعه احنا مش هنسيب البلد دي الا لاولادنا ان شاء الله وبالخير. بلد مصر محفوظه ومذكوره في القران. فالشباب المره دي ينزل، ما يعتمدش على حته لا الدعايه الانتخابيه هتكلف، لا انزل خاطب الناس دلوقتي بتسمعك. الناس دلوقتي ورقه صغيره كان الناس بتصورها مكتوب عليها تمرد، احنا كنا بناخد ورق وكان في ناس بتاخد مننا ورق تصوره وتقول هنجيبه لكم فين ونعمله فين. انزل كلم الناس اللي هينتخبك. معظمهم شباب اللي راح الانتخابات الرئاسيه او راح الانتخابات السابقه حتى. اي نعم كان في فكره معينه في الانتخابات اللي قبل ديت، لا اختاروا كذا لا اختاروا كذا، لا الشعب خلاص وعى، يعني اتعلم الدرس، والدرس كان قاسي جدا. احنا اثناء قبل الثوره وقبل 30 يوليو وتحملنا مع بعضينا كلنا بعد 30 يوليو. فبالتالي يعني انت عندك ناس عندها استعداد تتقبلك، وانت كشخص شايف ان دي فرصتك. لو مش هتخش دلوقتي هتخش امتى؟ يعني هتتعامل امتى؟ هيبقى العيب فيك. انزل شارك، خد التجربه. ما دخلتش السنه دي مجلس الشعب في انتخابات محليه، الدنيا مش هتقف، الدنيا مش بالعكس، ده انت في الانتخابات المحليه هتبقى وسطينا، مش هتبقى في مجلس الشعب بس في القاهره ولا ده هتبقى وسطينا هنا. تشوف المدارس ايه ظروفها بتاع. الناس كلها لازم تشارك. انا كمان يعني عشان مشاركتي غير المصريين الاحرار في المجتمع المدني دلوقتي بينزل ويشوف مدارس، المشاكل اللي حوالين المدارس، المشاكل اللي في التعليم، وبنكلم النهارده بمنتهى الوضوح الاحياء ورؤساء الاحياء بدون ذكر اسامي. يعني البلد اتغيرت. تقدر تخش النهارده، تنزل دلوقتي نروح لرئيس حي نقول له والله في المشكله الفلانيه، ينزل لك تاني يوم يشوفها، ولو ما نزلش روح له تاني. انت دي بلدك. متوقع نسبه الشباب في البرلمان اللي جاي تكون قد ايه يعني؟ النسبة هتكون يعني أنا مش عايز أكون مفرط في التفاؤل قوي، بس هي هتكون أعلى من مجلس الشعب اللي فات واللي قبليه أكيد. يعني كده تحديدا يعني على الأقل
كل محافظه انا بطمع ان كل محافظه يكون فيها يعني التلت، مش هقول اقل من كده. التلت؟ التلت، لان يعني طبعا التلت ده، ما احنا لما بنقول التلت يعني برضه عشان ما اكونش مجامل قوي، يعني ماشي تلت جت ربع يعني الحمد لله. الحمد لله، بس هيبقى فيه شباب. يعني انا مقتنع تماما ان هيبقى فيه شباب عنده استعداد اللي هو يثبت نفسه. يعني انت لو ما اثبتش نفسك دلوقتي هتثبت نفسك امتى؟ يعني كمان يعني احنا قمنا بثوره وحاليا دلوقتي بنبني بلدنا. هتقعد في البيت؟ خلاص اقعد بقى في البيت، يبقى انت بقى اللي مش عايز تشارك. والله انا يعني المهم ان انت متفائل. يعني هو اخر حاجه يعني انت متفائل حضرتك. هو في ناس بتقول ان هيحصل مثلا نوع من الضغوط والزيت والسكر والانتخابات هتتزور. انا عندي فكره بسيطه جدا، او مش فكره، هي دي واقع. دلوقتي اللي نازل في كل دايره حوالي 10 او 15 ناخب. كل ناخب غير القوائم، كل ناخب ليه حق اللي هو يبقى ليه مندوب جوه الدايره. فانا يعني انا هزور ازاي؟ يعني كل دايره يا جماعه بمنتهى البساطه، انا حضرت انتخابات كنت مراقب في الانتخابات اللي فاتت اللي قبليها. كل دايره هيبقى فيها على الاقل قائمه فردي وقائمه وقوائم. كل واحد ليه حق في كل دايره، في كل، مش كل دايره، كل لجنه اللي هو يبقى ليه مراقب. فعلى الاقل في كل لجنه هيبقى فيه 3 مراقبين، ده غير القائمه. فانا هزور، وفي قاضي، وفي احنا كمجتمع مدني، وفي جماعات. هنزور ازاي يعني هنطلع كل دول بره ونزور احنا؟ لا، البلد خلاص بقت حره يعني. فخش وخد فرصتك. حلوه خلي عندك يعني خلي عندك امل. الامل، احنا عايشين بالامل. محمد فريد، بشكرك جدا، ويا رب كده كلنا وكل الناس تبقى متفائله زي ما انت كده متفائل. لسه معانا حدوته ثالثه، هنطلع بفاصل سريع ونرجع لها تاني.